يحسم البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك موقف البرازيلي خوان الفينا لاعب الفريق الجديد من المشاركة مع الفريق أمام المقاولون بالجولة الثانية من بطولة الدوري من عدمه. ومن المقرر أن يشارك خوان الفينا في تدريبات الفريق اليوم، على أن يحسم فيريرا موقف اللاعب من المشاركة بالمباراة من عدمه، وفقا لما سيشهده تدريب اليوم المسائي الذي يقام باستاد الكلية الحربية. ويعود الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للتدريبات اليوم بعد الراحة التي حصل عليها الفريق أمس الأحد بعد الفوز على سيراميكا بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما بالجولة الأولي لمسابقة الدوري، حيث يستأنف الفريق تدريباته اليوم بالملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي. ومن المقرر أن يظهر الجناح البرازيلي الجديد لفريق الزمالك خوان ألفينا في تدريبات الفريق اليوم بعد إتمام التعاقد معه لمدة 4 مواسم قادما من نادي أولكسندريا الأوكراني، حيث يخطط الجهاز الفني لتجهيزه سريعا والدفع به في قائمة مباراة المقاولون إذا سمحت حالته البدنية. ووجه البرازيلي خوان الفينا بيزيرا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك رسالة إلى جمهور النادي، وذلك بعد ساعات من وصوله إلى القاهرة للانضمام لصفوف الفريق. يجهز الجهاز الفني للفريق الأول لنادي الزمالك الفلسطيني عدي الدباغ لمواجهة الأبيض المقبلة أمام المقاولون العرب في بطولة الدوري المصري. ويستعد فريق الزمالك للقاء المقاولون العرب المقرر له يوم السبت المقبل في الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز. قرارات العفو من الجهاز الفني للزمالك سوف يتبعه العودة بشكل تدريجي للتدريبات الجماعية تمهيداً للعودة للمشاركة في المباريات الرسمية. ويعود الفضل لقرار العفو عن فتوح لتدخل عدد من نجوم الفريق، وعلى رأسهم عبد الله السعيد وعمر جابر، للعفو عن اللاعب ومنحه فرصة جديدة، وهو ما سيحدث الفترات القادمة.